السلام عليكم. انا جايه النهارده اديكي خبره السنين. شفتي الزبده؟ شفتي عامل ازاي من جوه؟ بصي يعني بيطلع بالايد دايب وسايح كده ولونه وردي وجميل، وتمسكي السمكية تلاقيها بصي بتروح وتيجي معاكي زي الاستك. بيتهيألي انت لو رحت تجيبي الفسيخ ده من بره هتدفعي فيه مبلغ قد كده. حتى الاحجام الجامبو اللي ما قعدتش عندي غير 14 يوم بس، وبصوا طالعه بالحلاوه دي والطراوه دي ازاي. تعالوا مع بعض اقولك ازاي تجيبي البوري اليومين دول في الوقت دوت بالذات في عز البرد دوت، وتخلي الفسيخ عندك في البيت وما ياخدش اكتر من 14 يوم. اول حاجه انا عندي هنا احجام كبيره، انا الفسيخ اللي كان عندي احجام كبيره واحجام صغيره، خدت الاحجام الكبيره هعملها لوحدها والاحجام الصغيره هعملها لوحدها لان وقت التخليل بتاع ده بيفرق. تمام. اهم حاجه انك تجيبي السمك وتغسلي الخياشيم بتاعته كويس جدا جدا جدا، دي اهم عندي اي حاجه من اي حاجه خالص، لان ده الدم دوت هو اللي بيعمل ريحه وبيخلي ريحه الفسيخ مش مظبوطه. تمام. هادخل بقى إيه، أغسل كده السمكية بتاعتي كويس جدًا، وبعد كده أحطها في مصفى، في جردل، في أي حاجة، أهم حاجة السمكة عندي تفضل واقفة، وإن هي إيه، تنزّل الدم بتاعها. طيب أسيبها قد إيه؟ في الوقت اللي إحنا فيه ده ما تسيبيش السمكة تتقدّد، ما تسيبيش السمكة تقعد بال12 ساعة وال13 ساعة واليوم والاتنين تصطفى، لأ. السمكة هتنشف منِّك وهتيجي تعمليها هتلاقيها مقدّدة. تمام. سيبي السمكة عندِك معمولة كده واقفة كده على حيلها كده في الجردل أو في المصفى زي ما هي، يعني قيمة إيه 7 ساعات 8 ساعات، وبعد كده امسكيها عصّريها كده زي ما أنا ما عملتها، وحطّي مناديل في الخياشيم وضبّطي دنيتِك. أنا عايزة السمكة طرية، أنا مش عايزة أملّح السمكة وهي مقدّدة. هامسكها أعمل لها مساج حلو. الخطوة دي مهمة جدًا إنِّك تعملي لها مساج على طول السلسلة بتاعتها، بس أهم حاجة ما تجيش ناحية البطن خالص عشان ما تفرقعيش المرارة بتاعتها والسمكة معاكِ من جوّه تبقى ممرّرة. هنمشي على سلسلة الضهر كده ونطرقعها كده تسمعي طرقعة العمود الفقري بتاعها، دي خطوة مهمة جدًا، دي اللي بتخلّي الفسيخ معاكِ ناجح وطري، وكمان لمّا تيجي تفتحيها السلسلة بتاعة الضهر تطلع إيه، بسهولة وما تغلّبكيش. تمام. هاعمل كل الكمية اللي معايا، وطبعًا أنا فصلت الأحجام مع بعض. هنجيب بقى الملح بتاعنا، أهم حاجة معانا ملح خشن، لازم ملح خشن، ما تجيبيش ملح مخلّط، ما تجيبيش ملح البيت، تخليل صح يعني ملح خشن. الملح الخشن ما بيدوبش بسرعة، السمكة بتاخد كفايتها والباقي بيفضل زي ما هو، فالسمكة معاكِ ما تملّحش. تمام. هاحط كركم واحط شطة، الاتنين مادة حافظ. ممكن تستغني عن حاجة فيهم، ممكن تستغني عن الكركم بس الشطة لأ، ما بتأثّرش في الطعم على قد ما بتبقى مادة حفظ حلوة جدًا، يعني أنتِ ممكن تحطّي على كل الكمية مثلًا اللي أنتِ هتعمليها تحطّي معلقة شطة. تمام. دي حاجة حلوة جدًا بتخلّيه يتحفظ وتخلّيه كمان طعمه فيه كده يعني في الآخر كده لسعة حلوة كده. تمام. أنا حطيت زيت ما باستغناش عنه بصراحة، لازم زيت معايا علشان خاطر السمنة من جوّه تبقى مزبّدة كده وحلوة. تمام. هنا بقى معايا هابتدي بقى إن أنا أجهّز الشنطة بتاعتي، دي طبعًا الوسيلة المتوفّرة عندنا كُلّنا كستات بيوت، لإن إحنا ما عندناش الجرادل الخشب اللي بيتعمل فيها الفسيخ. طَب الفسيخة بتاخد قد إيه، السمكية بتاخد قد إيه، على حسب خياشيمها. أنتِ بتملي لي خياشيمها بس، مش بتمليها لدرجة إن هي تبقى هتفرقع لأ، أهم حاجة تملي الخياشيم بتاعتها كويس جدًا، جدًا، جدًا. ده هيضبط معاكِ طعم الفسيخ، ده الملح اللي محتاجاه الفسيخة. تمام. هابتدي بقى إن أنا طبعًا أملِّس على جسمه كده حاجة بسيطة، وطبعًا أنا حاطة في الشنطة الفسيخ، أنا هاحط في الكيس كذا حاجة، يعني كذا واحدة جنب بعض، فلازم إن أنا أحط الفسيخ على سيفه، على ضهره، يبقى بطنه لفوق وضهره لتحت، ده بيفرق أوي في تسوية الفسيخ، وبيخلّي السمكية كلّها نفس التسوية، لإن أنا باقلّبه في النُص شوية كده، يعني كل يومين 3 كده باقوم مقلّباه من الجهة دي للجهة دي، فالفسيخة عندي كلّها بتطلع يعني نفس الحبّة اللي أنا حاطاهم في الكيس بيطلعوا كلّهم نفس التسوية. تمام. هابتدي إن أنا أحطهم مع بعض كده خلف خلاف علشان ده طبعًا بيخلّي ما فيش مسافات كتيرة بين السمك. هاحط بقى الكمية بتاعتي في الكيس، وبعد كده هادّي رشة كده ملح حلوة كده، بحيث إن أنا أقفل الفراغات لو في فراغات ما بينهم، وكمان يدّيني تمليحة حلوة ليه. تمام. أنا هنا بقى ده الكيس عندي، ده الأولاني ده مهم جدًا، جدًا زي الكيس الأخير، الكيس الأولاني والكيس الأخير عندي مهمين جدًا، هاقول لكم ليه دلوقتي. الكيس الأولاني أنا لازم أطلّع الهوا خالص، الفسيخ عدو الهوا والضوء. تمام. فأنتِ لازم تخرّجي الهوا كويس جدًا، وتبدئي بقى إنِّك تلفي في شُنط كتير علشان أنا عايزة السمك بتاعي ده يسخن، في ناس كمان بتحط عليه بتلزقه بلزق، وتحطه كمان في stretch wrap علشان خاطر إن هو يبقى يعني ممسوك كويس ومقفول عليه كويس. تمام. ده كلها حاجات حلوة جدًا. الشنطة الأخيرة مهمة عندي ليه لازم تكون سمرا، لإن أنا مش عايزة يوصل له ضوء، أنا مش عايزة يوصل له ضوء نهائي. هابتدي طبعًا إن أنا أحطهم في صينية،
أنا بصراحة عشان بابقى عاملة كمية كبيرة، فأنا باحطهم في جردل، والجردل بيكون عندي ليه غطا، تمام، باحط عليهم تقِّلة طبعًا قبل ما أقفل الغطا بتاع الجردل، عشان ده يضمن لي إن الفسيخ كله يستوي بنفس الدرجة، يعني كل الفسيخ أيًا كانت أحجامه إيه كبير صغير يستوي بنفس الدرجة، تمام. هنا بقى معايا هابتدي إن أنا أحطهم كده، أحط عليهم التقيلة وأغطيهم كمان بأي حاجة عندي قديمة، ملاية قديمة، فوطة قديمة، أهم حاجة إنه ما يوصلوش ضوء خالص، وأحطه بقى في الضرفة بتاعة المطبخ وأنساه. طب أفتح عليه بعد قد إيه في الأيام اللي إحنا فيها دي؟ لو مشيتي بنفس الطريقة بتاعتي 10 أيام وهتاكلي منه، 10 أيام هتاكلي من الصغير، 14 يوم وهتاكلي من اللي حجمه كبير، تمام. عشان كده قلت لك في الأول فرقي الأحجام واعرفي الأكياس بتاعة الأحجام الكبيرة من الأحجام الصغيرة. بصوا معايا بعد 14 يوم كان عامل إزاي، ده الحجم الكبير، تمام. حاجة كده الله أكبر، إيه الجمال ده، بيدوب يا ولاد بيدوب. طبعا الفسيخ أكلة تراثية، في اللي بيتفق عليها واللي بيختلف عليها، ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. أشوفكم في وصفة جديدة، ويا ريت أكون فدتكم. لو حابين تعرفوا معلومات أكتر عن بيع الفسيخ وعن تجارة الفسيخ وعن إزاي تكسبي منه وإزاي هو مشروع مربح وإزاي يبقى مربح معاكي ما يخسرش معاكي، لأن طبعا كمية الفسيخ بتقل، اكتبوا لي في الكومنتات وأنا هعمل لكم فيديو مفصل عن طريقة البيع وعن إزاي يبقى مشروع مربح بالنسبة لك. ويا رب أكون فدتكم. وطبعا لو عجبتك الوصفة ما تنسيش تعملي لها شير كبير عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. سلام.